تخيل تركب صندوق المدرسه تخيل تركب اتوبيس المدرسه وبدل ما تروح البيت تلاقي نفسك في صندوق تحت الارض. وده مش مشهد في فيلم رعب، ده حصل بجد في امريكا سنه 1976. حصل في مدينه صغيره اسمها تشوتشيلا في ولايه كاليفورنيا. في يوم 15 يوليو اتوبيس مدرسه عادي بينقل 26 طفل اعمارهم من 5 سنين ل 14 سنه، ومعاهم طبعا السواق. بعد ما خلصوا يومهم وهم في الطريق فجاه طلع عليهم 3 مسلحين مقنعين، كانوا سايقين عربيه فان بيضه وعربيه ثانيه متغطيه بالكامل، واجبروا السواق انه يقف، وبعدها اقتحموا الاتوبيس. المسلحين دول نقلوا الاطفال والسواق من الاتوبيس للعربيات بتاعتهم وساقوا بيهم حوالي 11 ساعه، وفي الاخر وصلوا لمكان مهجور في مقبره قديمه، ده عشان يدفنوهم وهم عايشين. المسلحين دول نزلوا الاطفال والسواق في صندوق كبير مدفون تحت الارض. الصندوق كان مجهز بفتحه تهويه وشويه اكل وميه كده بالعافيه. الخطه كانت ان هم يطلبوا فديه ضخمه من ولايه كاليفورنيا، بس اللي ما عملوش حسابه بقى ان السواق الشجاع قال لا انا مش هموت هنا. وبمساعده طفل شجاع اسمه مايكل مارش عنده 14 سنه بداوا يحفروا ويزقوا الخشب اللي كان بيغطي الصندوق من فوق، وبعد 16 ساعه من الصراع والرعب قدروا يفتحوا فتحه صغيره خرج منها طفل صغير، وبعدها قدروا يوسعوها وخرجوا واحد ورا التاني. يعني مش بس نجوا، دول فنشوا المهمه حرفيا. الاف بي اي اتحركت بسرعه والتحقيق طلع ان الخاطفين دول هم فريد وودز، ريتشارد وجيمس. المفاجاه بقى ان الثلاثه دول من عائلات غنيه جدا، يعني لا فقراء ولا محتاجين. اتحكم عليهم بالسجن المؤبد، لكن بعضهم خرج بعد فتره، وده خلى اهالي الاطفال يتجننوا لانهم شافوا ان الرعب اللي عاشوا ولادهم عمره ما هيتعوض. تفتكر مين بقى في اصحاب الطفوله كان ممكن ينقذك من الحفره دي؟ اكتب اسمه في الكومنتات او ابعت له الحلقه، وكمان ابعت الحلقه لصاحبك اللي بيخاف من خياله.